زي ما سمعتي دهب امي يجي لي دلوقتي. انا اتكلمت بالذوق وبالادب مش جايب. هاتي لي دهب امي. شلت امك السنين دي كلها بتسرقيني. شلتيها عملت لها ايه؟ هي قاعده مع ابنها. ياما قلت لها تعالي قالت لك لا اكل واشرب من فلوس ابني مش من فلوس جوزك. والله يعني هي كانت جوه ابنها هو اللي كان بيصرف عليها مش هي. اكلها واشربها واديها علاجها واغير مكانها واغسل لها هدومها. ايه كان من جيبك يعني؟ كان من جيبك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا نهله، عامله ايه؟ اتأخرتي ليه يا بابا؟ عديت على اختي سعاد شويه، قعدت معاهم شويه. هي عاملة ايه؟ كويسه الحمد لله، بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. والله ظروفهم زي الزفت وواقعين كده في مشكله هي وجوزها، وربنا يسد ما عليهم يا رب. يا رب، ما احنا لو في ايدينا حاجة كنا عرفنا نساعدها. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت روقت الاوضه بتاعت امي؟ ليه؟ سعاد كانت بتقول لي ان هي كانت امي الله يرحمها كانت شايله ذهب في الدولاب عندها. دهب؟ ايوه. لا انا روقت الأوضة كلها وما فيهاش اي دهب. ازاي يا بنتي؟ اختي مأكده عليا، اختي مش هتقول لي كلام وما يكونش هو حقيقي. قالت لي امك كانت شايله الذهب بتاعها في الظرف. انا بقول لك يا احمد انا روقت الأوضة وما فيهاش اي دهب، وبعدين يعني هي عرفها منين ان امك حاطة دهب ولا مش حاطة دهب؟ دي بنتها يا بنتي وسرها كان معاها. سرها. لا ما اعرفش، انا نكدت الأوضة وروقتها من فترة، وحتى هدوم امك معبيها لاختك في شنطة. بقول لك ايه، انا واختي هنخسر بعض بسبب موضوع الدهب ده. هي تشك فين ان احنا خدنا الدهب ولا حاجه؟ هو انا ناقصه دهب يا احمد؟ وانت مخليني معاهم وانت مخليني عايزه حاجه؟ طب حاولي تدوري تاني وتشوفي في الظرف. ما قلت لك يا احمد انا نزلت الهدوم كلها في شنطه، الدولاب فاضي جوه. يا بنتي لو ما لقيناش الدهب ده تبقى نصيبه. ما امي هتوديه فين؟ هو كان بتشيل حاجاتها كلها في الله الظرف. اعلم بقى ودته فين، ما يمكن اتزنقت فيه ولا باعته ولا ودته في اي حته ما اعرفش. اتزنقت في ايه؟ ما هي اخر 5-6 سنين ليها كانت قاعده معانا واكله شاربه قاعده معانا، ولا كانت بتجيب حاجه ولا كانت بتعمل حاجه ولا كانت بتتحرك من على سريرها. ما اعرفش يا احمد بقى، انا هقوم احط لك الغدا، انا ما شفتوش. ازاي يعني؟ اكيد هي شايلاه هنا ولا هنا، اصل هيروح فين؟ انا فعلا دهب امي دوت ما كنتش بشوف ان هي بتلبسه خالص، بس اختي طالما قالت لي كده يبقى هي صادقه والدهب موجود في البيت. انا اغير كده وادور انا عليه. الباب يا نهله، سامعه الباب يا بنتي؟ ايوه حاضر. ايه يا نهله عامله ايه؟ تعالي يا سعاد. امال احمد فين؟ تعالي يا سعاد. تعالي يا حبيبتي. عامله ايه يا اخويا؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا سعاد؟ كويسه يا نهله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ولا اي حاجه. لا احنا نتغدى مع بعض. تشربي ايه؟ والله ولا اي حاجه، ولا عايزه اتغدى ولا عايزه اشرب. عملت ايه في اللي انا قلته لك امبارح؟ والله يا لقيته سعاد ما اكدبش عليك، انا امبارح قلبت الاوضه انا بنفسي، الدولاب وتحت السرير وتحت المرتبه، مش لاقي الدهب اللي قلت لي عليه ده خالص. طب بص يا احمد، انا واثقه ومتاكده من الكلام اللي بقوله لك. انا امي قايله لي ان هي كانت شايله الذهب بتاعها تحت الهدوم بتاعتها في دولابها. الذهب راح فين يا احمد؟ ما تدوري يا بنتي يعني تاني. واثقه يعني؟ قلت لك الهدوم لميتها كلها في شنطه. طب ما هو ده الشنطة بيتك، انت اللي عارفه شقتك وعارفه الحاجه اللي يعني امي هتكذب ليا نهله؟ وبعدين حتى نفترض لو كده الذهب راح فين، امي اكيد مش هتبيعه يعني. الله اعلم يا ستي، ما يمكن بعته ولا وديته في حته. لا عمرها امي ما هتبيعه، الدهب ده اللي كان جايبه لي ابويا. ازاي يعني هتبيعه؟ دي كانت محافظه عليه بايديها واسنانها. انت دورت في الدولاب يا احمد؟ وياما اتزنقنا وما كانتش بتفكر ان هي تبيعه ابدا. امي يا حبيبتي الدولاب فاضي والاوضه كلها فاضيه عندك جوه. طب انا بقى هقول لك يا احمد، كده مفيش حاجه يا احمد غير ان مراتك هي اللي خدت الذهب. نعم زي ما سمعتي دهب امي يجي لي دلوقتي. انا اتكلمت بالذوق وبالادب مش جايب. هاتي لي دهب امي. شلت امك السنين دي كلها بتسرقيني. شلتيها عملت لها ايه؟ هي قاعده مع ابنها. ياما قلت لها تعالي قالت لك لا اكل واشرب من فلوس ابني مش من فلوس جوزك. والله يعني هي كانت جوه ابنها هو اللي كان بيصرف عليها مش هي. اكلها واشربها واديها علاجها واغير مكانها واغسل لها هدومها. ايه كان من جيبك يعني؟ كان من جيبك؟ لا من صحتي. طب انت عملتي خير بتعايريها بيه يعني ولا ايه؟ انا ما بعايرش، اختك اللي بتسرقني. طب ما هيقعد لك اللي كنت بتعمليه مع امي. يا نهله وبعدين انت كنت بتاخدي المقابل مني 100 مره وانت عارفه انا اقصد ايه. ما خدتش حاجه غير اعمالها يا نهله. انا ما خدتش حاجه يا سعاد. خدتي يا نهله وباين على عينيك الكذب يا نهله. دي اخرتها. هاتي دهب امي يا نهله. انا ما خدتش حاجه والبيت كله عندك اهو. هات اللي لكم يعني خضار. لا مش هتمشي. انت معقوله فعلا الدهب انت واخداه؟ هات لي كتاب ربنا تحلف عليه ان نهله انت ما خدتيش حاجه. يا دي اخرتها. اخرتها بقى. طب استني بس نشوف مين على الباب، وطوا صوتكم هتفضحونا في العماره. وانت كنت فين يا اختي؟
كنت فين يا اختي 5-6 سنين وامك راقده عيانه يا اختي؟ كنت باجيلها يا حبيبتي بقى كل 3-4 شهور مره. بس كنت باجيلها. بتجيلها، هو ده اللي خدناه منك. بتجيلها كل 3-4 شهور مره عما تجيلها. دهب امي النهارده انا مش همشي الا لما اخده يمين شمال. كل عامله ايه؟ تعالي يا حماتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهو امك جت بقى وتشهد علينا. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ الحمد لله يا حاج. عامله ايه يا ازيك يا ماما؟ انا؟ حبيبتي ازيك يا سعاد؟ الحمد عامله لله. ايه؟ ازيك يا احمد؟ الحمد لله بخير يا حماتي، انت عامله ايه؟ بصي يا حاجه، امي الله يرحمها كانت شايله دهب في دولابها. بسال بنتك عليه قالت لي الدهب مش عندي. قولي لي امي اصلا كانت بتاكل وبتشرب من فلوس اخويا. أيوة. طب الدهب امي راح فين؟ وانا جيت في مره عيرتك وقلت لك بتاكل وبتشرب من خير. ما انت اللي لسه قايله. بقول لك انا كنت بخدمها، انا ما قلتش ان انا كنت بصرف عليها. يا بنتي اسمعينا دلوقتي، احضرينا يا حماتي. دلوقتي بنتك هي اللي عارفه كل حاجه، ده بيتها، عارفه كل حاجه فيه وعارفه هنا بيتشال ايه وهنا وهي اللي بيتشال فضت إيه. الدولاب. وامي ما قعدتش معانا يوم ولا 2، ده حوالي 5-6 سنين. صح. يعني هي كانت عارفه كل تفاصيلها وعارفه بتشيل ايه هنا وبتحط ايه هنا، وهي اللي بتروق الشقه ومحدش بيخش بيتنا. طب الحاجه راحت فين؟ بتقول لي يمكن امك باعتهم. امي هتبيع حاجه ابويا اللي بقالها سنين؟ وهي بتتحرك عشان تبيع حاجه كمان. ده ما رضتش تبيعهم لما ساعه جواز ولا ساعه جواز بنتها سعاد، ما رضتش تفرط فيهم وكانت محافظه عليهم. طيب بصي يا احمد، حاجة امك يا حبيبي اهي. ايه ده؟ لا 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 يا حاج، لا يا حاج، انا ما خدتش حاجه. لا يا حاج، لا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللي انا كنت هعمله ده، انا كنت هرتكب ذنب كبير قوي مع بنتي. انا هضيع الحجه اللي انا حجتها عشان خاطر بنتي؟ لا، حقي لازم يرجع لاصحابه، لازم الذهب ده يرجع لجوز بنتي واخته. انا مش هستحمل الذنب الكبير ده، انا لازم اروح لهم دلوقتي وارجعهم. طيب كانت شايلاهم عندي وانا مش قادره اشيل الذنب ده. قلت لك في عينيك واضيع الكلب. نفسي واضيع بنتي عشان خاطر ذنب زي ده. مروقه بقى دولاب حماتي ده، بقى لي قد كده كل ما اقول اروقه واطلع الحاجه، اما الم بقى الهدوم دي كلها لحد ما اديها لبنتها تاخدها واشوف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي، ايه كل ده؟ يا لهوي عليك يا حماتي، بقى انت مخبيه كل ده هنا؟ في حاجه تانية؟ يا نهار ابيض، وماسكالي ما معيش. دول حقي، انا هاخدهم حقي، ما شلتها 5 سنين وانا شايلها على قلبي، اكل واشرب وامرض. بس لو عينتهم هنا احمد هيشوفهم. لا، انا هروح اعينهم في حته محدش يعرفها. نانا ماما تعالي يا يا ماما. حبيبتي، عامله ايه؟ عامله ايه يا ماما؟ وحشتيني حبيبتي يا تعالي. اخبارك؟ خشي يلا. يا ماما، وانا لو ما سالتش عليكي ما تتصليش وتسالي على بنتك انت حبيبتك؟ عارفه امك بقى. عامله ايه يا الحمد لله. انت عامله وحشاني. انت اختي يا قلبي، عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. جوزك عامل ايه؟ الحمد لله بقيت في نعمه. يا رب دايما. الحمد لله يا هي ماما. مبسوطه خير. انت عارفه انا إيه؟ كنت شايله الهم وقاعده بحماتي على طول. من ساعه ما هي بقى يعني الله يرحمها، الله يرحمها. قضى ربنا جه وانا الحمد لله ادعي لها مرتاحة. بالرحمه، ربنا يرحمها. بدعي لها ولسه هدعي لها كمان. خير، اللهم اجعله خير. بصي يا ماما، دول ايه؟ عايزاكي تعيني لي دول عندك. ايه ده؟ الدهب ده كله لقيتهم في دولاب حماتي اللئيمه. طب واخدتيهم ليه؟ بس يا ماما كنت كل ما اقول لها عايزه او محتاجين او البيت ناقصه تقول لي ما يجي يا احمد اصل ما فيش، وهي مدكنه كل ده. بس يا بنتي ده حق جوزك واخته. حقه ايه؟ لا ده حق انا اللي شلت. انت اللي شلتي، بس عند ربنا ان انت شلتيه ده لربنا، مش لا. شلتيه عشان تاخدي حاجه في الاخر تسرقيها ويطلعوكي حراميه. لا هي لو هي حقانيه كانت على الاقل طلعت واحده منهم وادتها ما لي. هي عارفه ان في الاخر لابنها وبنتها، وانت هينوبك من حب ان هو نصيب جوزك هتاخديه. لا يا اختي، افرضي جوزي قال لي ده الدهب من حق اختي. لا بقول لك ايه، ده حقي. اسمعي الكلام، الحاجات دي لازم ترجع لجوزك واخته. ماما هتعينيهم عندك ولا لا؟ يا بنتي هتشيليني ذنب حرام، ما ينفعش انا ده. اللي هشيل الذنب مش انت. ما انا شلتهم عندي. لا عينهم لي بس امانه، عينهم لي وانا هشوف هعمل ايه وبقول لك. هفكر في الموضوع. انت حر. انت عامله اكل ايه؟ عامله اكل حلو اهو. بصي، في مكرونه بشاميل جوه وفي رقاق وهاتي حبيبتي يا ماما. يلا هقوم ماشي. هتاكلي معايا؟ طب يلا ونلف وناكل مع بعض احنا الاثنين. طب انا اعمل ايه؟ اشيلهم عندي ولا اعمل ايه؟ فانا أهو. جبتهم لكم وانت واختك حرين فيهم. ربنا يبارك لك يا حاج. انا ما رضيتش يا بنتي اشيل الذنب يا بنتي. يعني بنتك انت شالته. خدتيهم ووديتيهم لامك، بس امك عشان عندها ضمير ودخلت بيت ربنا وحجت بيت ربنا
وعارفه ان ذنب زي دوت كان هتشيله بسبب بنتها. سامحيني يا بنت، انا ما اقدرش اشيل الذنب ده كله عشان خاطري. فعلا العيل ممكن يكون هو سبب الام ولا الاب انه يخش النار. ربنا هيسالني على الذنب ده، ما تزعليش مني يا نفسي. هو حرمك من حاجه ما انت لابسه؟ ايديكي مليانه يمينك وشمالك، احمدي ربنا على اللي انت فيه. ليه خدتي حاجه امي؟ انت تماتي في حاجه مش بتاعتك يا حبيبتي، وانا ما كنت شايلاها ما كانتش بتاعتي. لا مش بتاعتك، خلاص كانت بنتها شالتها ساعتها ماشي. بقى. بس انت قاعده مع ده ابنها. لسه لحد دلوقتي مراتك بتبجح، لا مؤاخذه يعني يا حاجه. بص بنتك يا حماتي بقى عايزه تربيه. بنتك دي ما تلزمنيش بصراحه، محتاجه تربيه. تروح تقعد عندك ولما تتعلم الادب ويبقى اسلوبها احسن من كده وتعترف حتى بغلطها. هنقول مثلا ساعه شيطان منها، الشيطان هيقلقها ان هي الحاجه دي حقها وان هي المفروض تاخدها. تاخدي حاجه انك هتخش عليكي بخراب. ربنا كان هيكرمك ولا يسترها معاكي، لان الحاجه دي حاجه امها، هي اللي احق بيها مني كمان. ده انا واخويا هنقسمهم مع بعض. انا مش عايز يعني حاجة. كان نصيبه كنت انت هتاخديه. اسمعي يا بنت الناس، انا مش عايز حاجه، الحاجه دي حاجه امك، حقك انت. انا ربنا مرضيني والحمد لله، وبدليل ان انا مغرق ايد مراتي دهب. لا انت ليك فيهم التلتين. انا حر، مش انا اتنازلت اليوم اديهم وانا اديهم لاخويا كلهم، بس ما تسرقناش على اخر الزمن، ما تسرقناش. انا قلت لك لما جبتي لي الحاجه دي ده نصيب جوزك ونصيب اخوك. ارتحتي يا ماما؟ وهتاخدي منه هتاخدي منه. بقول لك ايه يا احمد، تحت انا مش عايزاها تكذب كمان. انا مش عاجبني اسلوب مراتك. انا ماشيه الحاجه هي هتخليها معاك ولا خليها معايا؟ وديها فكي زنقتك وشوفي هتعملي ايه، ربنا يصلح حالك. بنتك تاخديها في ايديكي بعد اذنك. يعني انا ذنبي يا احمد؟ لا معلش ما انت لو لا ده مش ذنبك انت، ما كنتيش عملتي كده انت كنت هتبقى ارتكبتي ذنب اكبر منها، لانك انت هتكوني شريكه معاها في الذنب اللي هي عملته. فبعد اذنك بنتك تمشي معاكي، انا ما ينفعش تقعد معايا. انا ازاي هامن لها؟ ازاي احس ان انا داخل البيت حد انا مامنه على حياتي؟ دي حاجه امي، حتى المفروض ان هي عارفه ان الحاجه دي هيكون ليها نصيب فيها، نصيب جوزها. ما فرقش معاها كل ده، عايز تاخد كله. انا عارفه ان انت الطمع عايز اخد كله. انت ليكي حس كمان. هو البني ادم الطماع كده بيبقى عايز ياخد كل حاجه، ما بيحمدش ربنا على نصيبه اللي هو ربنا كاتبه له. صح. خديها معاكي بعد اذنك. بس يا احمد هي لا 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 لا، انا شايف ان هي في بجاحه منها ومفيش، ما اتعلمتش من الدرس كويس. لما تبقى تتعلم كويس وربنا يكون رايد ان هي ترجع البيت ده تاني تبقى ترجع. عاجبك كده؟ يلا مع السلامه. عاجبك الكلام؟ خديها في ايديكي بعد انت اذنك. اللي وصلتي نفسك لكده، انت السبب. سمعتي في حاجه مش بتاعتك. منك لله. يلا اتفضلي. كلكم كلكم لله. يلا اتفضلي عن اذنك يا احمد. اتفضلي يا ست الكل. انت منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انا عملت فيكي خير، رجعت الحق لاصحابه. اللي انت كنت هتعمليه ده كان غلط. شفتي الست راحت فين؟ خدت معاها حاجه؟ ما خدتش معاها حاجه. انما انت كنت هترتكبي ذنب كبير، وبعدين كان جوزك هيديكي منه. ليه سمعتي في حاجه مش عارفه بتاعتك؟ انه من الاول هيديهم لاخته. انت مالكيش معايا حتى لو كلام تاني. حتى لو اداهم لاخته، ما هو ملبسك الراجل. هو حرمك من حاجه؟ عايزه تدخليني النار على حاجه زي كده يا بنتي؟ لا. انت انا بصي انا مش طايقه اشوفك وشي. لا اله الا مش الله. عايزه اشوف وشك تاني. انا بكرهكم كلكم. خدي يا بنت رايحه فين؟ سيبيني في حالي بقى. رايحه فين؟ رايحه عند خالتي. تعملي ايه عند خالتي؟ مالكيش دعوه. مالكيش دعوه. مش انتي خربتيها وقعدتي على تله؟ انا اصلا مش عايزه ارجع له ولا طايقاه. يكفي. طب البسي حاجه بقى، ما انت ماشيه كده. لا هروح زي ما انا. خدي يا بنت البسي حاجه. كفايه عليا اللي انا خدتهم منه دول، ومش عايزه من خلقته حاجه تاني، وهمرمطه في المحاكم. وانتي من النهارده ماليش ام. حول الله يا رب. شفتوا بنتي كانت عايزه تعمل ايه معايا؟